السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في شي وسائل مع ابتسام. اليوم جيت البنات وجبت لكم معايا واحد الكاليط، يعني بطريقة جديدة. انا فيتا مشاركة معكم الكاليط كيجي على شكل ديال بحال شكل ديال الصابلي. هذا البنات درتو على شكل ديال هكا، على شكل ديال الغريبه، ولكن البنات راه تيجي لذيذ لذيذ لذيذ، صدقوني غير جربوه، لان ليه واحد الوصف يعني لا غوسيت اللي هي ساهله، مكونات موجودين في كل بيت، وكيجي رائع رائع البنات. تقريبا 500 غرام. شحال خرجت ليا؟ يعني خرجت لي واحد الكميه يعني هائله. ولا عجبكم لا فيديو تبعوا معايا المراحل الاخير. نبداو على بركة الله البنات. عندي هنايا الجبيضات، يعني يكونوا جبيضات هكا كبارين. الا كان البيض صغيور ديروا 3. عندي كاس ديال السنيده، 4 كاس ديال الحليب، وكاس ديال الزيت. عندي هنا 2 معالق ديال العسل. عندي 2 خمارات من فئه 8 غرام. وعندي هنايا لتحت واحد القبيصه ديال الملحه. عندي هنا البنات انا دايره النكهه ديال البسكوي. يمكن لكم نتوما ديروا اي نكهه بغيتو، او الفاني او قشوط الليمون، يعني اللي عندكم. وعندي هنايا 500 غرام ديال الفورص. عندي 500 غرام. انا غنشوف شحال غادي تهز ليا. نبداو على بركه الله. غندير الجبيضات هما الاولين. هكا الجبيضات، وغادي ندير معاهم هاد الكاس ديال السنيده، وغندير هاد الكاس ديال الزيت هكا، وغادي نخلط هاد العناصر مع بعضياتها. تيندمج لينا الزيت مع البيض مع السنيده. شفتوا ها هي كتولي على هذا الشكل هكايا. غادي نضيف البنات دابا هاد 4 كاس ديال الحليب. يعني اي حاجه تنضيفها كنضيف معاها هكا، يعني كنبقى تنخلط فيها حتى كندمج مع العناصر كلها. كيف ما شفتوا غنضيف هاد 2 معالق ديال العسل. اذا كانت عزيزه عليكم الحلاوه البنات، ديروا هكا كاس ديال السنيده و2 معالق هكا ديال العسل. كانت معزاش عليكم يعني دير كاس لاروب ديال السنيده، وهكا غير معلقه ديال العسل، حيت انا عزيزه عليا الحلاوه. درت فيها هذا القياس هذا ديال الحلاوه. غنزيد هاد النكهه. انا درت كيف ما قلت لكم نكهه ديال البسكوي. دابا غادي نضيف القياس ديال معلقه صغيره على هذا الشكل. وكيف ما قلت لكم اما تضيفوا ما بغيتوش تضيفوا النكهه، يعني ديري النكهه اللي بغيتي. وتديري البنات هكا، ولا ديري قشور ديال الحامض ولا ديال الليمون، ولا ديري الفاني الا كان عندك الفاني موجود ديري الفاني. غادي نضيف هاد القبيصه ديال الملحه. دابا غنبدا نضيف في الدقيق تدريجيا هكا.
تنشوف الخليط شحال غادي يهز ليا، وغادي نضيف هاد جوج خمارات بهذا الشكل. هكا ونبدا نجمع. انا غنبدا نضيف البنات في هذا في الدقيق تدريجيا بشويه بشويه، وبعد ما غنوصل للقوام اللي انا بغيتو انا غنوريكم الشكل ديالها كيفاش غادي يجي. هانتوما البنات، ها هي العجينه ديالتنا، شتي كيفاش كتجي رطبه، تجي على هذا الشكل هكايا، يعني ما قاصحاش وما جارياش. انا البنات درت 500 غرام ديال الفورص، وزدت نص كاس هكا، كاس هذا عمرته حتى الفوق، ضفت نص كاس ديال الدقيق. ها هو شاط لي هذا نص كاس، يعني نص كيلو زائد نص كاس ديال العنبه ديال الفورص البنات. دابا غادي نشدها، غنديرها على هذا الشكل هكا، غادي نكورها كيف ما شفتوا البنات هكا، وغادي نبدا نحط، وغادي نبدا نستف البنات في اللاطه باش ندخلها للفران على هذا الشكل هكايا. يعني ساهله البنات. انا اليوم راده حدايا الغدا بالجمعه، اليوم الجمعه غادين الغدا هكا كسيكسو، ودرت هذه الوليدات هكا العشيه باش يشربوا بها اتاي. كيف ما شفتوا البنات على هذا الشكل هكا، ونحاول نديرهم هكا يكونوا قد. دابا انا البنات غنمشي على هذه الطريقه، وبعد ما غنكمل هاد العجينه اللي عندي في اللاطات انا غنرجع معكم ان شاء الله. ثم البنات، هاي بعد ما عمرت هاد اللاطه، دابا هنايا خفقت واحد البيضه كيف ما شفتوا. ويلي سمحوا لي عفوا. كيف ما شفتوا البنات، دابا غادي غنشد هاد الشويته غير بيديا، غادي نشدها بحال هكايا، وغادي ندهنها هكا بالبيض من الفوق كيف ما شفتوا. انا درت البيض غير بوحدو البنات هكايا، وبعد ما غادي ندهنها كامله غادي ندخلها للفران لدرجه الحراره 180، وغنشعل عليها لتحت والفوق. وبعد ما غادي نكملها في الطياب ان شاء الله انا غنشاركها معكم البنات باش نوريكم التزيين اللي غندير ليها انا الفوق. نتوما البنات، ها هي بعد ما طابت لنا اللاطه، شتي كيفاش كتجي، راه كتجي غزاله البنات. شفتوا، يمكن لكم تخليوها غير هكايا، او يعني هكا ولا تزينوها بحالي. دابا انا غادي نزين غير النص، والنص غنخليه هكايا. هانتوما البنات، لدرجه انني انفو حطيت اللاطه راه ولدي راه هز وحده اللي كانت هنايا، لان حيت كتجي بنينه تيحمق عليها. دابا غادي نشدها. يعني انا درت هنا البنات، درت العسل، يمكن لك ديري العسل او الكونفيتير او الناباج، يعني اللي موجود عندك ديري. وانا غندير البنات هاد الشيته العجيبه، لان بنت اختي وضرت ليا الويده ديالتها، ولكن ماشي مشكل. انا غادي هكا غادي ندهنها على هذا الشكل كيف ما شفتوا. نحط هذه هنا، وغادي نشد هاد هكا. ودرت هنايا البنات اللوز مهرمش بعد ما انني هكا حمرته. شفتوا كيفاش كتجي على هذا الشكل، كتجي زوينه البنات. حتى هاد اللوغو ديال هاد اللوز مهرمش كيجي فيها زوين هكا. هاد البلاصه اللي فيها الفراغ هانتوما البنات، شفتوا كيفاش كتجي. غادي نحطها على هذا الشكل. غندير معكم وحده اخرى عاوتاني هكا تندهنها. شفتوا البنات راه جات مشقه بحال دايرين بحال الشكل ديال البهله. هانتوما البنات، على هذا الشكل كيف ما شفتوا. هانتوما البنات، غنقرب لكم الكاميرا حتى لعندها، راه كتجي زوينه. انا غنمشي على هاد الطريقه البنات، بعد ما غنكمل انا غنوريكم الشكل النهائي ديالها. هانتوما البنات، ها هو بعد ما كملت هذا هو الشكل النهائي. يعني واحد طبسيل هكا زوقته كيف ما قلت لكم قبيله، درت فيه اللوز من الفوق
شفتوا. وهذا البنات درت لي اللوز من الفوق، وهذا البنات خليته هكا سامبل كيف ما شفتوا. حتى الطياب ديالو شوف كيفاش كيجي، كتجي محمره واللون موحد كيف ما شفتوا. وكنتمنى الا عجبكم لا فيديو ما تبخلوش عليا بواحد لايك البنات، وديروا ابوني باش تكبر العائله، وبارطاجيو لا فيديو مع الاهل والاصدقاء. وشكرا لكم، الى شهوه قادمه ان شاء الله.